مشرف عافاك خويا كمال. من الصداقة للزواج، من الصداقة للزواج قريبا كيفاش نتعامل مع الوضع؟ دابا من الصداقة للزواج كيفاش نتعامل مع الوضع؟ انت انسانة مرغوب فيك، ياك تحترمين تتقدرين، دوزتي الصداقة بما يرضي الله. انت ما تخليكش على انك الصداقة تخليك تنازي على بزاف د الحوايج. شوفي اللي قاد على الزواج مرحبا، اللي ما قادش ما تركزيش عليك الهضره اللي انت قالت لك قبل، حيت الواقع شيء اخر والزواج ماشي هي الصداقه. ما تنازيش على السكن، عارفي فين تحطي راسك. اهم حاجه في العلاقه الزواج هي السكن. عاد باش نشوفوا المشاكل اللي دازوا منها بزاف الناس غنتعاملوا معها عادي باش ما عطا. لو كنتي ساكنه تسكني مع مولا هو غيسكن معاك، راه غتطلقي مورا 4 شهور ولا 5 شهور الا كثرتي. السكن كان السكن ادخلها بصباطكم مرحبا، ما عندناش مشكل. ما كان السكن اختي راك كتخربقي. كاين لا صداقه لا ولا طار، كنشوف اللي انا نقدم ليه افاده وهو يقدم لي افاده، حنا ما كنكملوش بعضياتنا، كنكملوا مع بعضياتنا. الزواج راه واخدين عليه فكره غالطه نتوما. ما عمر الزواج كان حاله كيكمل الراجل المراه والمراه كتكمل الراجل، لا. وما كنتلاقاو باش نكملوا مع بعضياتنا ماشي نكملوا بعضياتنا. فهمتوني اش بغيت نقول لك؟ تفسير غلط هذا. نكملوا بعضياتنا يعني انت ناقصه ولا هو ناقص؟ لا، حنا تزوجنا باش نكملوا حنا بجوج طريق تابعانا. ما حنا غنبقاو حنا كنشوفوا بعضياتنا حتى تكملني وانا كبقيتو بلاصتكم. تحياتي. مره كنلوح لكم نويطه تستافدوا منا وتبدل لكم التفكير. الحياة الزوجية شي حاجة مقدسة، خاصها الأصول ديالها، خاصها الطقوس ديالها، وهادشي اللي ما بغيتوش تفهموا. ميعتو الزواج، هادشي علاش كطيحوا في الغلا. رخصتوه وسهلتوه، داكشي علاش كطلقوا مور 2 3 سنين. الزواج شي حاجة مقدسة. قبل بكري ما كانوش الامكانيات ولكن كانوا الوالدين اللي غالبين فكوا فيه. دابا لا، دابا الامكانيات، حيت ما بقاوش الوالدين اللي عندهم السلطه على ولادهم. بكري ما كانوش الامكانيات، كان ولدك كتسكنوا معاك وكتزوجوا وكتعطيه بيتو، كيخاف منك، كيخاف من بواه وانت كتخافي من بواك. ومهما كانت الظروف الا هما تدخلوا وقالوا لكم بقاو كتبقاو. دابا لا، مابقيناش كنعطيو اعتبار للوالدين. هادشي علاش؟ زائد انكم نتوما بسطتوا الزواج لواحد الدرجه ما كتصورش. الزواج شي حاجه مقدسه، خاص الطقوس ديالها كما ينبغي. من اول حاجه هو السكن. الراجل اللي ما عندوش السكن بلا ما يخمم يتزوج، والمراه اللي جايه انسان بلا سكن بلا ما تزربي غتبقاي عند بوك حيت راه ترجعي عندو. والله ما يقولوا بايره ولا مشات وجات. صافي الله يسهل. عطيني تعريف.